يفرض قيود على قدراتك او على الاقل يوهمك بيها، او ممكن يديك قدرات انت اصلا ما تعرفش بوجودها. في الخمسينات دكتور اسمه كيرت ريكتر عمل تجربه اسمها ذا فورسيت سويم تيست. الراجل ده جاب انابيب اختبار وملى نصها ميه، وجاب الفئران وحط الفئران فيها. المطلوب ان هو يحسب المده الزمنيه اللي الفار فيها بيستسلم للغرق. الفئران بتبدا التجربه وبتحاول تخرج. اكبر مده زمنيه اخدها فار عشان يستسلم للغرق كانت 15 دقيقه. بمجرد ان الفار بيستسلم للغرق بيطلعوه تاني، وبعد كده بيعيد التجربه مره تانيه. بس كان الغريب ان المره الثانيه الفئران استهلكت اكتر من ساعه وفي فار استهلك 81 دقيقه. تجربه تانية عملها دكتور اسمه ماركس ديزر، وكانت التجربه ان هو جاب مجموعه من الفئران وحطهم في اقفاص معزوله تماما عن اي انفايرمنت. بعد فتره خرج الفئران، اكتشفوا ان الحاله الصحيه للفئران سائد جدا وفي بعض الفئران ماتوا. وهنا بتثبت النظريه اللي بتقول ان حالتك النفسيه والذهنيه بتاثر على حالتك الصحيه والجسديه.